من الحرمة هذه طال عمرك أشهر امرأة مرت على جزيرة العرب في القرن أو القرون الثلاثة والأربع الماضية. هذه طال عمرك غالية البقومية. لما توفى حمد بن عبد الله البقومي كان الأمر يعتبر فاجعة. لو طلعت غالية البقومية وقالت للبقوم واللي موجودين من أهل تربة أن أميركم ترى توفى، راح تهبط المعنويات. غالية البقومية ما كانت امرأة عادية، كانت امرأة حديدية، كانت امرأة من النساء العظيمات في جزيرة العرب. تخيل، ما خلت الموقف كذا، لا، جت طال عمرك وقالت شيخكم موجود وشيخكم ما مات وشيخكم إن شاء الله نتشافى هاليومين، لكن الشيخ يقول لكم 1 2 3، وقامت تعطي الأوامر للجيوش والجنود اللي موجودين عندهم اللي كانوا ما يمتلكون إلا البارود والسلاح الأبيض لمواجهة المدافع العثمانية آنذاك. فكانت تعرف اللي تحرضهم على القتال غالية البقومية، وقفت المرأة اللي تسوى لها 1000 رجال. كانت من أعظم الوقفات اللي مرت على التاريخ، شيء صراحة شيء كبير جدا يعني، لدرجة أنها كانت المرأة غنية فصرفت كل ثروتها، يقال أن 3/4 ثروتها في صد العثمانيين أنهم ما يدخلون على تربة. فكانت هي العقل المدبر للصد عن تربة آنذاك. وسبحان الله صارت 3 حملات، إحدى الحملات من قائد أحد قواد الجيش الدولة العثمانية، وبعدها طوسون، وبعدها يقال أن محمد علي باشا نفسه هو جاء طال عمرك على تربة بعد أن صارت خرابة، بعد ما طلعوا منها أهلها ما يتحملون هذا الضرب اللي صار لهم، لكن يعني ضحوا بالغالي والنفيس. وكانت القائدة آنذاك غالية البقومية، بالإضافة إلى رجال عظماء من قبيلة البقوم اللي موجودين طال عمرك وسطروا ملاحم تاريخية عظيمة. كانت غالية البقومية فيصل عظيم في هذه المعركة. كانت تخيل أنها تجي طال عمرك وتفتح أبواب السلاح اللي موجودة بقصرها، فكانت تفتح طال عمرك أبواب السلاح، الصندوق اللي ما ينفتح معه على أساس أنها تستعجل الرجال تكسر طال عمرك الصندوق ويأخذون الفشق ويأخذون السلاح اللي موجود عندها والتمر والدنيا والمونة، ما خلت عليهم شيء كله إلا أن العثمانيين يدخلون تربة، لا يدخلون، ذودوا عن محارمكم. فبالحملة الأولى لما سقطت طال عمرك القوات العثمانية أمام أهالي تربة، قاموا يتناقلون الأخبار اللي موجودين. كانوا في جواسيس يرسلونهم دائما قبل الحروب على أساس يشوفون أهل المدينة وأهل المنطقة وش اللي قاعد يصير بالضبط. فلما أرسلوا الجواسيس رجعوا عليهم قالوا اللي قاعد تقودهم امرأة، اللي قاعد تجيب السلاح وقاعد تعطي المؤونة وقاعد تسوي وقاعد تفعل امرأة. فقالوا شلون امرأة؟ قالوا امرأة، احنا قاعد نشوف امرأة قدامنا هي اللي قاعد تمون الجيش، وهي اللي قاعد تحرض على القتال، وهي اللي قاعد تحط الجيش اللي موجود عندكم من أهل تربة قدامكم يعني.